السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير متابعين تاوعنا وانتوما تشاهدوا في هذا الفيديو يلحق لكم انتوما بالصحة ولهنا يا ربي العالمين. ما تنسوش الصلاة على الرسول، صحة رمضانكم. جبت لكم وصفة البوريك، صدقوني اقتصادية ورائعة جدا ويجيك يقرمش، وهذا وش يسلكك في رمضان. في هذا الشهر الفضيل رمضان ما تنسوش الصلاة والعبادة، كتروا منها ماشي الأكل كما يقولك. المهم راح نبداو في الوصفة نتاع البورك نتاعنا. هنا كنت أقليت بطاطا مقلية، كاريات، كذلك شوي زيتون مقطع. كنت غسلته ونحيت له هذوك الأملاح ويجي مالح، لازمك تغسليه مليح وتغليه في الماء. كذلك 2 بيضات، الطون كذلك عندي. وشنو ثاني؟ وطون درت هذا النوع البنات، عندي هذا الطون. كذلك الدبشة، يعني دبشة عندي مديرتها في الكونجيلاتير وخبيتها. كذلك بصل كنت قليته هكا في النار. هذه هي المكونات نتاع البوراق نتاعي عن طريقتي البنات. هذه الطريقة المعتمدة اللي متعلمتها عند يما. هنا قلت لكم موجود بطاطا مقلية، مقطع كريات، الدبشة، الزيتون والبصل كنت قليته في النار، يعني بصل مقلي. وكذلك 2 بيضات والطون. هذه المكونات نتاع البوراق نتاعي. يعني بوراق دائما في المائدة الجزائرية في رمضان دائما هو معتمد، يعني مع الشوربة دائما البوراق يعني نقولوا ملسوقة، دائما معتمد ومتواجد في المائدة الجزائرية. كيما تشوفوا هنا حطيت الطون. انتيا حبيتي تبدلي بالطون، يعني تبدلي ديري فيوندا، شي سكالوب، كل وحده والمقدور نتاعها. انا نعتمد هذه الوصفه في رمضان صراحه. انا فيوندا شي ولا سكالوب نديرو وصفات اخرين، يعني ما نديروش مين داك نديرو في البوراك. المهم هذا البوراك انا ما نقدرش ندير بوراك بالبطاطا المغليه، الله غالب ما يفوتش. انا نحبو بالبطاطا المقليه، يعني المغليه راها ما يفوتليش الله غالب. كاين كذلك هذا البوراق العنابي، كاين وصفات. هذه هي الطريقه نتاعي وهذه هي الوصفه نتاع البوراق نتاعي. ان شاء الله تجربوها، لازم تجربوها. والله فيه واحد البنه يا البنات، صدقوني رائعه جدا. تشربي عفوا تفوتي بها الشوربه نتاعك، رائع جدا في رمضان صدقوني البنات. سمحوا لي برك. هنا حطيت ضفت 2 بيضات نتاعي وراح نخلط كامل المكونات. تشوفوا البنه نتاعو يا البنات، جربوه وحطوا لي رايكم في التعليقات. هذه هي البنات. ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا حباباتي. ما تنسوش برك، ما تنسونيش برك باللايك والاشتراك وتعليق زوين. هذه يا حباباتي. وكما سبق ووصيتكم في الفيديوهات السابقة، دائما رمضان راهو للعبادة والصلاة، مش غير أكل مشتريات منا من الهيكل، لا. رمضان راهو غير للعبادة. كما تشوفوا البوراق نتاعي هنا حضرت كل شيء في هكا في الطبسي نتاعي، وراح نخلط كل المكونات اللي كنت حضرتهم معكم وشفتوهم كامل. هنا البنات انا كي بعد ما نكمل نلف البوراق نتاعي بطريقتي، ان شاء الله تعجبكم كامل حباباتي ومتابعات نتاعنا هاد الوصفة وتجربوها. والله فيها واحد البنة. بخصوص الدبشة البنات، انا مديرتها في الكونجيلاتير، مقطعتها وغسلتها عفوا وحطتها في الكونجيلاتير وين ما نستعملها كنخرج. هي صراحة كاين البوراق العنابي هما يستعملوا بيضة واحدة فقط في بوراقة واحدة، وإحنا ما نقدروش صراحة في رمضان اني باش ناكلو بوراقة فيها بيضة كاملة، تجي شوية ثقيلة الله غالب. كل واحد والطريقة نتاع البوراق نتاعو. هذه هي طريقتي المعتمدة اللي نعتمدها ونفضلها من أحسن يعني الطرق. هنا درت كمون أخضر، يعني فهمتوني البنات. هنا درت ضفت كمون أخضر
وانتي لك الاختيار. انا بالنسبه للملح ما نضيفش، لان البطاطا مقليه نتاعي فيها الملح. الزيتون كذلك كنت غسلته وغليته شويه في الماء، هو كذلك فيه شويه ملح. كذلك في الحشو راح ندير فرماج مالح، يعني بزاف. لو كان نزيد ندير الملح لا ما يجينيش مليح. هنا كنت وجدت البنات كل شيء. راح نبدا نلف معاكم البوراك نتاعنا. هذه هي الطريقه نتاعي كيفاش نلف البوراك بنات حباباتي المتابعات نتاوعي. هذه هي. كاين طريقه تاع المثلث لف البوراك، كاين طريقه، كاين عديد من طرق. انا هذه الطريقه نتاعي صراحه. بخصوص تاع المثلث حاولت دائما نتعلم البنات والو. كاش وحده عندها فيديو هكا موضح وسهل نتبع هكا ما نقدرش نجيبها البنات. اذا عندها هكا كاش فيديو قناه هكا تحط طريقه لف البوراك نقولوا حنا عفوا مثلث، غير تعطيني اسم نتاع القناه ولا كيفاش رابط ولا كش ما نتعلم البنات. الله غالب ما نعرفش انا هاد المثلث نحاول فيه ما نجيبوش. المهم هنا كما تشوفوا البنات نوجد في الورقه نتاع البوراك. هاد البوراك صراحه عجبني اول خطره، يعني نشريه كيما هكا بصح عجبني. شوفي كي نجي نلف فيه نحسو مليح يحكم لي، يعني ما كي تحطيه ترميه في الثاني في الزيت المغلي يعني ما يتفتحوش الورقه ما تتفتحش كيما تشوفوا حباباتي متابعات نتاوعي. هنا نرجع الى يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات، يعني وصفات اكلات ولا قولوا لي نجرب اني ندير لكم كل مره وصفه، يعني نعتمدها وصفاتي يعني الخاصة، ولكن أني باش نقولكم خبرة كما أم وليد هي صراحة ما شاء الله البوريك نتاعها وصوالحها ما شاء الله. أنا ما نكذبش عليكم كما أم وليد تدير بطاطا المغلية، أنا المغلية ما نقدرش نفوتها يا البنات. في البوريك ما نقدرش نفوتها، كي ندير بطاطا مغلية في البوريك الله غالب ما على باليش يجيني النهار اللي نديرو زعما ما يكروهش. خلاص هما والفوا على هاد الوصفه، نتوما جربوها والله غير توالفوها اقسم بالله فيها بنه خاصه. بالنسبه للفرماج اللي حشيت به البوراك نتاعي هذا هو البنات كما وريته لكم في الفيديو موضح. هنا عاتبني السيبور، سمحولي على سوء التصوير حبيباتي ومتابعين نتاوعي. هنا كنت جبت الفرماج، راح نحط الفرماج نتاعي كما تشوفوا. هاوليكم البنات انا نعرفكم شاطرات كامل وتعرفوا البوريك كيفاش يجي، وكل وحده عندها طريقتها الخاصه وبالك لكم اشطر مني، ولكن حبيت نشارك معاكم يعني وصفات هكا تاع رمضان باش تشموا ريحه رمضان في القناه نتاعي. ما تنسونيش برك باللايك والاشتراك حباباتي. وهذه هي كما سبق وقلت لكم دائما رمضان راهو للصلاة والعبادة، ماشي تاع تشهي واش طيبي واش ديري واش تشري واش خالتي البنات. أنا نوصيكم يعني صراحة استغلوا وقتكم في قراءة القرآن وختم المصحف مرة واثنين وثلاثة وأربعة. صراحة يعني تسابقوا في هذا الشيء، يعني أحسن من انك تتسابقي زعما في وش شريت وش كليت. خاطي البنات والله ما جاتها. كيما تشوفوها هوليكم هكا ندير هذه هكا باش نعاود نوضح لكم. نزيد ندير هاد الكوتي الجهه هذه منا باش كي نحشي الورقه نتاعي ما حاشاكم ما تثقبليش، فهمتوني. هذه كيما تشوفوا ندير الفرماج نتاعنا هاوليكم. ولكن الاختيار اذا ما حبيتش ديري فرماج ما ديريش، وكاين كل وحده كيفاش
بصح انا نقول لك روحي جربيه، والله فيه بنه خاصه كيما تشوفوا. ها هو ليكم. وتقدري كيما سبق وقلت لك بلي الطون تقدري تبدلي بالفيوند هاشي ولا سكالوب. هذه هي هكا. نجمع هذيك الحاشو وندير هكا ونلم كامل مع بعضهم هكا، ونحاول اني نلظ او نعبز عليها باش تحكم كامل روحها. هذه هي البنات. ان شاء الله يكون الفيديو واضح ليكم وكل شيء باين وكل شيء واضح. هذه هي البوريك دائما 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 في المائدة الجزائرية لازم يكون لازم. هذه هي. شوفوا هنا راح نعاود نروح هنا. يويو راه داير لي حاله، لازم يدير يحط لمستو، وبلي يجي يحط لمستو وليدي الصغيور، وبلي يجي يحط لمستو والو، وبلي يجي يحط لمستو. هنا كان عاتب فيا ويحارب لي في هذاك البوراق، قال لي ماما تيني ناكل. قلت له لا خالتي ميت هذا كي نكمل نعطيك تاكل حبه. لا قال لي خالتي اعطيني هكا ناكلو. كيما تشوفوا راح نزيد نلف معكم وحده، ومن بعد نروح نلف ونعاود نولي لكم. راح نزيد معكم حبه باش تكون واضح معكم كل شيء. عتبني حرك لي سيبور، مرة نجيب مرة نحط هذه منا، ما راكمش تلاحظوا فيا، مرة نحط هذه منا، مرة نجيب الحبة من هيك. هبلوني هنا ولادي، عندي زوج مهبليني. اللهم ارزق كل محروم يا رب العالمين بيحفظهم. هذا واش نقول لكم البنات. كيما تشوفوا جبت هالكوتي منا، وكل مرة كل خطرة والله كل خطرة كيفاش ندير. المهم يلحق لكم الفيديو. هذه هي حباباتي، هذه هي طريقة البوراق نتاع كيما يقول لك تاعنا الخاصة. عفوا هذه هي كل وحدة على بالي وكامل تعرفوا كامل عندكم الطرق. حاولوا انكم تفهموني برك ولا تعطوني كاش عفسه كيفاش نتعلم هذاك البوراق المثلث، بالك نشاركها معكم. اعطوني طريقه. هذه هي راني نشوف فيها ونعاود زعما. المهم حباباتي هنا كنت لفيت كامل البوراق وحضرته. هنا راني نوضح لكم فهم فيكم كوتي فيه الفرماج وكوتي ما فيهش الفرماج، بيسك انا عندي بابا ما يحبش فرماج، وبليجي ونبعت لدارنا وبليجي نخلي له هو حقه ما فيهش الفرماج، دارنا ما ياكلوش فرماج، وانا وولادي والزوج نتاعي ناكلو الفرماج، نحب عادي نورمال فيه الفرماج. هنا راح نروحو نسخنو الزيت نتاعنا ونحطو البوراق نتاعنا يتقلا يجيكم يقرمش يا البنات، يجيكم واحد البنه صراحه. جربوه ما ترطوش هاد الوصفه صراحه، صدقوني ماشي بيا زعما نشكر ولا كل واحده على بالي راهي تعرف، بصح حاولوا انكم نتوما تجربوا هاد الوصفه نتاعي. وهذه هي، ما تنسونيش برك باللايك وكومنتر والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. راهي تلفت لي الهضره غير بالك وتضحكوا عني. راني نقولكم هنا كيما تشوفوا حطيته يتقلع. هنا البنات كيما تشوفوا ها هو جيتي هاد الزوج حبات البطاطا خرجوا من البوراقات وبيجي نحيهم يدرنجوني انايا. كيما تشوفوا حبيباتي، كيما تشوفوا حبيباتي هنا قلت خليني نخليكم تسمعوا شويه الصوت نتاع الزيت وهو يقلي، كش ما هكا تحسوا بالريحه تاع البوراق
شهيتكم في الجنة البنات. هنا هاو كيما تشوفوا راح نخليهم يتقلاو، وبلي يجي نديرو روينة في الكوزينة نهار رمضان لا غالب تولي كل شيء كل مخلط منا من هيك مع الولاد. والله الله يحسن العون. وهذا مكان كيما تشوفوا ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. وهذه هي الدنيا كما قلت لكم سبق وحكيت لكم، رمضان مشي زعما تاكلي وتشري وما لاباليش. هنا هذا الشكل النهائي نتاع البورق نتاعنا جاي شهي البنات، شهيتكم في الجنة كما تشوفوا جاي قرمش صدقوني. عفوا واحد البنة ولا اروع. جربيه ما راحش تندمي حبيبتي. جربيه وراح كامل يقولك البورق هذا كيفاش وبنين ومنا. والله صدقوني فيه بنة خاصة نتاع البطاطا المقلية. يعني إلا قليتي البطاطا وخليتي هذاك البطاطا نتاعك في كاش كاسكاس هكا يتنحى هذاك الزيت كامل وتنشف، ومن بعد تيك ديري الوصفة نتاعك تاع البوراق صدقيني راح يجيك واحد البنة ولا اروع. زعما باش تشوفيه زعما تاكليه الزيت ولا والو، ما يجيكش زعما هكا فيه الزيت من الداخل ولا والو، يجيك مقرمش يجيك بنين يجيك رائع. والله كامل يعجبهم. هذه هي الوصفة نتاع البوراق نتاعنا. ما تنسيش تجربيه وتحطي لي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، ونقول لك باي باي بالسلامة.